مباراة ولا في الأحلام، الحارس أغمى عليه والمشجع نزل واقف مكانه، ده غير إن الملعب كان فيه 26 لاعب. تقول لي إزاي؟ تعالى معايا أقول لك الحكاية من الأول. نني كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. ماتش هنا كان في لندن عاصمة الضباب سنة 1945 بين نادي أرسنال وسبارتاك الروسي. قبل الماتش حصلت شبورة جامدة جدا والضباب كان مغطي الملعب. المهم إدارة أرسنال تطلب من الحكم يأجل الماتش عشان سلامة اللعيب، لكن الحكم يرفض بحجة إن الفريق الروسي جاي من مسافة بعيدة. المهم يبدأ الماتش وتبتدي معاه سلسلة من الاستعباط الكروي. الحكم في الشوط الاول طرد لاعب من ارسنال، اللاعب خرج من هنا وراح لافف من ورا الجون وداخل تاني من غير الحكم ما ياخد باله. الحكم معقول يا جماعه اللي بيحصل ده؟ الفريق الروسي بقى حب يشغل دماغه زي ما فرقة ارسنال عملت، قام عامل تبديل بعدها، وبسبب الشبورة الحكم ما اخدش باله ان اللاعب اللي اتبدل ما طلعش اصلا. عشان بعد حوالي ربع ساعة نلاقي ان لعيبة الفريق الروسي بقوا 15 قصاد 11 من لعيبة ارسنال اللي مطلوب منهم واحد اصلا. ونخش على الشوط التاني وهوب هجمة للفريق الروسي، يطلع حارس ارسنال عشان يصدها وتقوم دماغه تخبط في العرض ويغمى عليه، والحكم برضه ما ياخدش باله. المشجعين شافوا اللقطة دي راحوا مشغلين دماغهم هما كمان، وراح مشجع من مشجعين ارسنال نازل ومخرج الجون بره وخد منه الجوانتي والشورت والبسه. لا مش بس كده، ووقف جون مكانه كمان. والغريبة ان الماتش خلص عادي جدا ولا حد قال اي حاجة، والماتش خلص 4-3 للفريق الروسي. ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وقول لنا في الكومنتات عايز الحلقة الجاية عن مين. سلام.